بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وآله وصحبه عليه ومن الصلاة والاه. والسلام. آه الإجابة يمكن تكون غير تقليدية، إنه الأمرين معا. أنت خيرتني بين أمرين، نعم. وهو الواقع هما الأمرين معا. الأمر الأول، نعم تحتاج الأخلاق بتاعتنا إلى حملة، لأن كل الناس بتشكو من هذا الجانب. ودايما نتذكر ما أسميناه وأطلقنا عليه باسم الزمن الجميل، نتحسر فيه على زمن شبابنا، الزمن الذي رأيناه في آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا، الزمن الذي رأينا الناس فيها يحب بعضهم بعضا، وأن هذا قد فقد في الطريق العام، فقد في التعليم، فقد في مجال السياسة، فقد في مجال الإعلام، فقد في مجالات كثيرة جدا. فنحن في أشد الحاجة إلى هذه الحملة. الخيار الثاني، ولا هي الحكاية عايزة زقة وهترجع. أنا أولا رجائي في الله كبير، وثقتي في أنه سبحانه وتعالى سيساعد هذه الحملة كبير جدا، ولذلك هي عايزة زقة وهترجع. إيماني بعنصر الشعب المصري وبمادة نفسيته التي استجابت عبر العصور لهذه الأخلاق وعلمت الدنيا واستوعبت العالم كله، وهي في منطقة جغرافية متميزة، جعلت جمال حمدان يكتب في شخصية مصر. هذا الساحل على البحر الأبيض، هذا الساحل على البحر الأحمر، هذه المساحة الكبيرة، هذا النيل المخترق، هذا الذي جعلها مطمع لكل العالم، من اليونان إلى الرومان إلى الفرس إلى الهكسوس إلى غير من ذلك. ثم بعد ذلك كانت هي نقطة الانطلاق، وكانت دائما وأبدا تستوعب الآخرين وتميز وتفرق بين المعاني، وتتمثل تمثلا كبيرا جدا بالأخلاق وبالحب وبالجمال. الأخلاق والجمال أحد مباحث الفلسفة. فهذا الشعب شعب غريب جدا، عندما تسمع تحليله وتسمع وعيه وتسمع يعني تفاعله مع الأحداث، هنجد أنه نعم هي عايزة زقة بسيطة وهيرجع الأمر تاني على أبدع ما يكون. ولكن إذا ما زقناش، لا، احنا في مشكلة، واحنا موجودين في شكوى مرة من الجميع يلحظها القاصي والداني، أن نظام الأخلاق المصري قد حدث فيه شرخ كبير، وحدثت فيه فجوة كبيرة تحتاج إلى العمل وتحتاج إلى البذل.